السلام عليكم شباب، حياكم الله في حلقه جديده في ثينكس تو دو، البرنامج اللي احنا دائما نحاول نعرفكم على مكان جديد تستانسون فيه ويا اهلكم ولا ويا ربعكم. عاد اليوم احنا جايبين لكم مطعم مكسيكي، جايين احنا اليوم الجرينجو. احس انا عاد ما له داعي اتكلم عن الديكور وعن المكان، واضح شلون المكان مفعم كذي بالالوان. صراحه المنيو بسيط وحلو ومرتب، لكن ما حبيت انه ما فيه صور للوجبات. مثل ما قلنا لكم ان المطعم هنا مطعم مكسيكي، وهو وايد صاحب المطعم ركز على اصاله الطعم المكسيكي وراح حق الستريت مكسيكان فود. التنوع اللي بالمنيو اللي موجود صراحه تنوع حلو، عندهم مختلف اطباق من الابيتايزرز، من المين كورس، حتى من السلطات. مثلا هنا عندنا نوعين من الابيتايزر، نفس الوقت عندنا نوع من السلطات اللي هي الفايتا سلطه، واربع انواع من المين كورس. من الاشياء ايضا اللي حبيتها انه مو بس هو مركز على الوجبات ويعني في اتقان بس في الوجبات، ايضا في الديكور والقعده، وايد حاب انه هو يكون مميز. اذا لاحظنا ان شعارهم اصلا جمجمه، الجمجمه ماخوذه من الثقافه المكسيكيه عندهم هناك في المكسيك، بس نفس الوقت الجمجمه اللي اهم معطوفه جايب شخص من برا البحرين ليه هني عشان بس يرسم لي اياها. لما واحد يتعنى بادق التفاصيل لازم تعرف ان الاكل راح يكون طيب. طبعا مثل ما اقول لكم دائما لا تحاتون، هذا الاكل ان شاء الله ما في شيء راح ينقط. وخلونا الحين عاد انا وايد متحمس اني اجرب واكل، لان عندي التنوع هذا صراحه وايد مغري. يا جماعه صراحه الفيستا تاكوس شيء جدا رهيب، وايد انصحكم فيه. يعني الفليفر صاير وايد كذي سترونج وحلو. هو شوي سبايسي، وحبيت انه هو فرايد تشيكن شيء جاي مقرمش صاير مع صلصه المانجا مينونه، وايد رهيب. طيب اما الحين وصلنا للبارت الحلو، البارت اللي انا اعشقه صراحه. بالنسبه للجرينجو عندهم بس نوعين، عندهم الشوروز العادي اللي الناس متعوده عليه، وعندهم هذا الباول شوروز. طبعا هذه مع ايس كريم مع شويه ديبنجز مني ومن هناك، فصراحه انا متحمس لهم هم الاثنين لان الناس وايد مدحوهم. خلينا نشوف شلون طعمهم. الجرينجو شغلكم مع الحلو ممتاز. جربت النوعين حبيتهم، بس وايد حبيت اللي بالايس كريم، لان انا دائما الحلو مع الايس كريم لا يقارن بشيء ثاني. صراحة كل ما جربت شيء كان وايد حلو، وفعلا الجرينجو انا جيته اكثر من مرة ودائما طلعت وانا مستانس. صدق انصحكم ان انتم تجربون الجرينجو، وخاصة الفيستا، هذه الوجبة الجديدة كانت رهيبة صراحة. وبكذي شباب وصلنا ختام حلقتنا، اتمنى ان الحلقة عجبتكم، اتمنى ان تعرفتوا على مكان جديد تجون تجربونه. لا تنسون دائما تقيمون المكان لما تجربونه تحت عندنا بالكومنتس. نفس الوقت اذا تبون تعرفون الجرينجو بالضبط وين صاير، شوفوا صندوق الوصف تحت الديسكربشن، وتلقون جوجل ماب دايركت لينك يوصلكم على طول لهني. لا تنسون تتابعونا على الانستغرام، سناب شات، وتويتر، كل مكان تلقوني بنفس الاسم. اشوفكم على خير في حلقة جديدة في مكان جديد. مع السلامة.